استعدادا لدخول المدارس قررنا ان احنا نعمل شنطة مختلفة بمقاسات مختلفة. الشنطة دي لأي حد مبتدئ حابب انه يتعلم صناعة الشنط، لكل ست بيت حابة تعمل شنطة لابنها او بنتها او تفتح مشروع خاص بيها لزيادة الدخل. الشنطة بزيرو تكلفة. تابع الفيديو للنهاية عشان نشوف عملنا الشنطة ازاي. هنرسم اولا باترون الامام والخلف وهو طوله 45 في عرض 16 سم. من اسفل الورقة هنطلع 5 سنتي لفوق، ومن فوق من الطرف كده هندخل 3 سنتي ونوصل النقطتين اللي هم على بعض 5 سنتي و3 سنتي ببعض. ولعمل دوران اسفل الشنطة بجيب دايرة قطرها 10.5 سنتي واعمل دوران زي ما انتوا شايفين. ولعمل دوران اعلى الشنطة بجيب دايرة قطرها 23 سنتي وهعمل دوران في اعلى الشنطة زي ما انتوا شايفين. بس كده احنا خلصنا باترون الامام والخلف للشنطة. هنبدأ بقى نجص منه، وكده احنا خلصنا باترون الامام والخلف بمنتهى السهولة. هجص من القطعة دي 6 قطع جينز او 5 على حسب انت تستخدمي بطانة ايه، بس خليكي ماشية معانا ان احنا هنعمل 6 قطع. تمام، وهم عبارة عن 2 امام و2 خلف و2 في النص عشان احنا هنعمل سوستة في النص، سوستين كبار يعني. وبعد ما خلصنا باترون الامام والخلف هنبدأ نعمل الجيب الامامي الموجود في الشنطة. الباترون اللي احنا لسه رسمينه هنطلع من تحت كده من القاعدة 4 سنتي ونمد خط من النقطة دي. الخطوة اللي بعد كده من خط الجنب ده جنب الشنطة يعني بندخل 4 سنتي ونمد منها خط. بعد كده هنقيس من الخط اللي احنا عملناه على بعد 4 سنتي من القاعدة هنقيس 30 سنتي. تمام، ونقفل المستطيل اللي احنا عاملينه ده. الخطوة اللي بعد كده احنا هنجيب دايرة قطرها 19 سنتي ونعمل دوران من فوق، وبعد كده هجيب دايرة قطرها 6 سنتي وهعمل الدوران من قاعدة الجيب الأمامي. والقطعة دي هجص منها 2 بس، البطانة وخامة الشنطة. انا مستخدم هنا 2 جينز، فعادي انت ممكن تستخدمي بطانة لون تاني. الخطوة اللي بعد كده هجيب قطعة قماش طولها 65 وعرضها 22 سنتي، ودي هتبقى الجيب اللي هيتعمل في القطعة الامامية من الشنطة. هنزل من فوق كده 6 سنتي وهمد خط من فوق كده. الخط ده هيبقى طوله 17 سنتي وهعمل مستطيل، والمستطيل ده بيبقى عرضه 1 سنتي لان المستطيل ده هنعمل منه السوستة. تمام، بعد كده القطعة اللي انا لسه قصاها اللي هي 65 في 22 سنتي هعمل نفس المستطيل بالظبط اللي احنا عملناه في قطعة الامام. الخطوة اللي بعد كده بحط القطعتين على بعض، وخلي بالي اراعي ان انا بحط الوش على الوش واثبتها بالدبابيس كويس جدا. يعني المستطيل اللي انا عملته في الجزء الامامي والمستطيل اللي عملته في القطعة القماش اللي هي طولها 65 بنحط الاتنين على بعض واثبتهم بدبابيس كويس جدا، وخلي بالي ان انا بحط الوش على الوش. الخطوة اللي بعد كده احنا هنمشي على المستطيل اللي احنا عملناه ده بالمكنة. بعد كده هحط القطعتين على بعض وهبدأ اعمل فتحة صغيرة منها همشي خط مستقيم كده في وسط المستطيل اللي هو عرض 1 سنتي، بس مش هفتحه للنهاية، هاجي للنهاية كده هعمل مثلث. ودي السوستة دي عملناها في فيديوهات كتير في القناة. هنعمل في الناحيتين نفس المثلث اللي احنا عملنا مثلث في اطراف المستطيل اللي احنا عاملينه. بعد كده هجلب البطانة اللي انا حطيتها على القماش للداخل وهبدأ أكوي القطعة دي لو القماش قابل للكوي. لو مش قابل للكوي احنا بنمشي عليها بالمكنة حوالين داير. بعد كده هجيب سوستة أحطها بالطريقة دي وهثبتها كويس جدا وهمشي عليها بالمكنة. الخطوة اللي بعد كده هجيب القطعة القماش اللي هي طولها 65 واحط الاتنين على بعض واخيط حوالين داير، يعني هعمل الجيب، يعني هسدها من الثلاث اطراف بتوعها اليمين والشمال ومن فوق. وكده احنا خلصنا اول جيب في الشنطة. هجيب الجيب الصغير اللي احنا لسه قصينه من شوية وهندخل 4 سنتي وهمد خط مستقيم كده. الخط ده
هنعمل في الخط ده سوستة برضو امامية. العمل المستطيل اللي احنا هنعمل منه السوستة، بنطلع من قاعدة الجيب الامامي 4 سنتي ومن من اعلى 5 سنتي، وهبدأ اقفل المستطيل ده زي ما عملنا بالظبط في الجزء الامامي. طب ده هيبقى طوله كام؟ 21 سنتي، والعرض زي ما احنا متعودين بيبقى 1 سنتي. هنبدأ نقفل المستطيل زي ما احنا متعودين. الخطوة اللي بعد كده هجيب قطعة قماش عرضها حوالي 23 سنتي وطولها 28 سنتي. تمام. ونفس المستطيل اللي انا عملته في القطعة الاولى من الجزء الامامي من الجيب، هعمل برضو نفس النظام واحط المستطيلين على بعض واخيطهم زي ما عملت بالظبط في الجزء الامامي. بعد كده هنفتحها برضو من المستطيل اللي هنمشي خط كده بالمقص، ولكن نيجي في الاخر نعمل مثلثين زي ما احنا عارفين. اتمنى يكون الفيديو واضح والشرح مفهوم. بعد كده بنقلب القطعة القماش دياتي للداخل، وبعد كده بنبدأ نكويها، وبعد كده بنجيب السوستة ونحطها في المستطيل كده ونخيط حوالين داير. واخر خطوة معانا في الجيب بنجيب بقى القطعة القماش دي، بنحط القطعتين دول على بعض ونخيط ال3 اطراف بتوعهم، وكده احنا خلصنا تاني سوستة معانا. بعد كده تالت سوستة للجيب الخارجي ده بنمشي بالمزورة حوالين داير، وهي على سنها طلع معايا 98، بنزود 2 سنتي يعني 100. قطعتين القماش دي طولهم هما الاتنين 50، وعرض قطعة منهم 6 سنتي وعرض التانية 8 سنتي. القطعة اللي هي عرضها 6 سنتي اللي هي عرضها صغير دي هنبقى نحط فيها السوستة، نخيط فيها السوستة. طبعا انا مستخدمة هنا كله جينز، هتبقى الشنطة من الداخل والخارج جينز. تمام. هنثبت السوستة زي ما احنا متعودين في اي شنطة عملناها، بنحط السوستة في النص، وبعد ما نثبت السوستة كده بنحط الحشو اللي انا مستخدماه او اللي انت حباه، يعني ممكن بوري، اسفنج، فوم. انا مستخدمة هنا اسفنج، وفرخ الاسفنج ده بسعره رخيص جدا ب50 جنيه، عمل لي الشنطة وكمان فاض منه. الخطوة اللي بعد كده هنجيب قطعة القماش اللي هي عرضها 8 سنتي ونثبتها في اطراف القطعة اللي احنا لسه مخيطين فيها السوست بنفس الطريقة اللي احنا عملتها في الفيديو. بعد كده هجيب الحشو اللي انا مستخدماه، وهنا اسفنج. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنعمل انواع حشوات مختلفه. يبقى احنا عملنا شنط بالبوري وشنط بالاسفنج، ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنعمل شنط محشيه فوم. بعد كده احنا خلصنا كده قطعة السوستة وثبتنا فيها القاعدة. هنبدأ نثبتها في الجيب الامامي زي ما احنا متعودين في الفيديوهات بتاعت الشنط، اللي احنا بنحط النص على النص ونثبت بدبابيس كويس جدا. بعد كده نمشي بالمكنة حوالين داير. والخطوة اللي بعد كده هجيب البطانة او قطعة القماش التانية اللي انا قصاها، لان انا قلنا احنا الجيب الامامي قصين منه قطعتين، قطعة عملنا منها السوستة والقطعة التانية هتبقى بطانة. الخطوة اللي بعد كده بنبدأ ان احنا نجيب البطانة. احنا قلنا الجيب ده قصينا منه قطعتين، القطعة الاولى عملنا منها حطينا فيها السوست، والقطعة التانية هتبقى كمثابة يعني بطانة. وهبدأ احط البطانة بالطريقة اللي انتوا شفتوها في الفيديو، ان هي تبقى يبقى في النص السوستة اللي احنا عاملينها، السوستة في النص، السوستة والقاعدة في النص، والجزء اللي في الجيب والبطانة يبقى من الخارج. وهبدأ اثبتها كده واخيطها حوالين داير، وبعد كده اقلب الشغل بتاعي. والخطوة دي او الطريقة دي احنا عملناها في فيديو شنطة السفر. الفيديو موجود في القناة، هتلاقوا الرابط موجود تحت في صندوق الوصف لو انتوا حابين تتفرجوا عليها. كده احنا خلصنا الجزء ده. الخطوة اللي بعد كده باجي الطرف ده بتني للداخل كده حوالي 1 سنتي وامشي عليها بالمكنة. تمام. لو انا عندي سفيفة سودا عادي ممكن استخدمها. بعد كده انا عملت المستطيل في الجيب. انا الجزء ده ما حطيتش فيه الاسفنج، احطه في الاخر. هرفع الجيب اللي فوق زي ما انتوا شفتوا كده، وهبدأ اثبت فيه الجيب، وبعد كده اجيب الاسفنج وهثبته في القطعة دي. وكده احنا خلصنا الجزء الامامي من الشنطة. بعد كده هنعمل الجزء اللي في النص بين الشنطة اللي هو بيبقى فيه السوستة ده. هجيس حوالين داير الجزء الامامي، هيطلع معايا 138 او 139 مش متذكرة بالظبط. المهم انا خليتها 140. هجيب قطعتين قماش، القطعتين دول هيبقى طولهم 70 سنتي. طيب العرض مختلف معايا، قطعة منهم هيبقى عرضها 8 سنتي والقطعة التانية هيبقى عرضها 6 سنتي. وطبعا السوستة اللي انا مستخدماها هنا برضو طولها 70 سنتي.
هبدأ اثبت بقى القطعة دي. وطبعا انا القطعتين دول اللي هما طولهم 70 وعرضهم 6 و8 عاملة منهم قطعتين تاني عشان كبطانة. هبدأ اثبت الجزء الاول في السوستة او الجزء اليمين من السوستة، احط البطانة، بعد كده السوستة، بعد كده الجزء الخارجي اللي هيبان من الشنطة، بعد كده هحط الحشو اللي انا بستخدمه واخيط حوالين داير. القطعة التانية من القماش هبدأ اثبتها في الناحية التانية من السوستة بنفس الطريقة اللي احنا عملناها في القطعة الاولى بالظبط، في الجزء الاول من السوستة. تمام، نحط السوستة في النص، والجزء اللي هيبان هيبقى وش السوستة في وشه. تمام، بعد كده بعد ما بنخلص بنحط الحشو اللي احنا بنستخدمه. لو انت مش مستخدمه حشو عادي، بس يفضل ان احنا الشنطة تستخدم حشو كدعامة، يعني تبقى شنطة واقفة كده ماسكة نفسها. بعد كده العرض اللي هيطلع معانا من السوستة دياتي هيبقى هجيب قطعة قماش نفس العرض، وطولها برضه هيبقى 70 سنتي، لان 70 و70 140. عايزة تعمليها 50 و50 و90 مفيش اي مشاكل، المقاسات اللي انت حباها، بس انا بحب امشي نص بالنص. وبعد كده هحط اثبت القطعتين دول زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. بحط الجزء اللي انا مركبة فيه السوستة بالنص في النص بين البطانة وبين الجزء ده، بين البطانة وبين الجزء اللي هيبان الجزء الخارجي من القاعدة، وهثبتهم بالطريقة ديتي. بعد كده هعمل هنا في القطعة دي جيبين. هجيب قطعتين من القماش طولها 20 سنتي وعرضها 21، وهتنيها كده من فوق زي ما انتوا شايفين عشان يبقى الشغل بتاعي نظيف. بعد كده في الجزء اللي تحت هبدأ ان انا اعمل كسرتين او بنستين بحيث ان هو يديني العرض بتاع الجزء اللي انا هثبت عليه الجيب، اللي هو غالبا 13 سنتي، يعني بعرض الجيب 13 سنتي. طيب الكسرة اللي انا عملتها دي عرضها 3 سنتي وطولها 6 سنتي، يعني انا بعمل كسرتين في نهاية الجيب بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها. تمام، وبعد كده هتني الجزء اللي تحت اللي هو قاعدة الجيب عشان الشغل بتاعي يبقى نظيف. بعد كده هجيب الجزء اللي انا مركبه فيه السوستة وهبدا اثبت فيه الجيبين بنفس الطريقه اللي انت هتشوفوها كده. طبعا ان انا هشيل البطانه، انا ما ثبتش البطانه في جسم الشنطه، لا، انا هشيل الجزء اللي تحت ده وهبدا اثبت الجيب في الجزء اللي فوق بس. تمام، وبعد ما اثبت الجيبين كده في الناحيتين زي ما انتوا شفتوا في الفيديو، هبدأ بقى احط البطانة على الجزء دواتي واخيط حوالين داير. وبكده احنا خلصنا اول سوستة كبيرة معانا. هنبدأ نعمل نفس اللي احنا الخطوات اللي احنا عملناها دي نعملها تاني. تمام، وبرضو القطعة دي طولها 70 والعرض زي ما هو. تمام، انا كده عملت سوستتين. هبدأ بقى اثبتهم بالطريقة دي، ان انا احط وش السوستة دي على وش السوستة دي. تمام، وبدايتها على بدايتها ونهايتها على نهايتها، وهثبتها بدبيس كويس جدا، وبعد كده اخيطها حوالين داير. وكده احنا عملنا سوستتين. هنحط بقى الخط الفاصل بينهم. وبعد ما ثبتنا السوستتين كده في بعض زي ما انتوا شفتوا، هجيب قطعة قماش. القطعة دي نفس الجزء الامامي بالظبط اللي انا عاملاه، الجزء الامامي والخلفي اللي احنا عملنا منهم 6. تمام، احنا خدنا 2 فاضل 4، دي تالت واحدة. تمام، احدد النص من فوق والنص من تحت، وبرضو النص من فوق والنص من تحت في الخط الفاصل اللي انا مخيطة فيه القطعتين. تمام، واثبت بقى القطعة القماش اللي هي اللي شبه الجزء الامامي ده اللي انا عاملاها. تمام، في الخط الفاصل بين القطعتين دول اللي هو بين السوستتين، اثبتهم كويس جدا بدبابيس، واخلي الدوران الكبير الكيرف الكبير اللي انا عاملاه من فوق من ناحيه السوستة، والدوران الصغير من ناحيه القاعده، مع كس وانا شغاله عشان ما اضطرش ان انا افك والقماش يتعبنا.
بعد ما ثبتت القطعة الأولى هجيب برضو نفس القطعة اللي أنا ثبتها في النص نفس الشكل، هبدأ أثبتها الناحية التانية. تمام، بحيث الوشها يبقى من تحت، يعني هيبقى الجزء اللي أنا مركبة فيه السوسة دياتي هيبقى بين القطعتين اللي أنا حطهم من شوية. يعني حطيت القطعة الأولى، بعد كده السوستتين اللي أنا عاملاهم، بعد كده القطعة التانية اللي أنا بثبتها دلوقتي. أتمنى يكون الفيديو واضح. طيب أنا هخيط كده حوالين داير واسكت على كده، يعني مش هسيب فتحة، لا أنا هسيب فتحة صغيرة كده حوالي 10 سنتي منها أجلب الشغل بتاعي. الخطوة اللي بعد كده، بعد ما خيطت حوالين داير سبت فتحة، هبدأ بقى اشيل الزيادات بتاعة الخياطة عشان ما يكلكعش معايا. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ بقى نعدل الشغل بتاعنا. زي ما انتوا شايفين انا سايبه فتحه صغيره زي ما قلت لكم في الفيديو ان 10 سنتي بجلب منها الشغل بتاعي عشان يعني يطلع مظبوط بدل ما احط سفيفه. تمام، والفتحه دي احنا بنقفلها يا اما على المكنه يا اما على ايدك. الخطوه اللي بعد كده احنا هنعمل دراعات الشنطه. دراع الشنطه طوله معايا 46 سنتي وعرضه 8 سنتي. هبدا بقى اعمل كيرف كده من فوق لحد تحت. الكيرف ده طوله زي ما قلنا 46 سنتي، وهمشي من فوق كده 8 أو 7 سنتي، وهعمل دوران من تحت زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. الموضوع هيبقى صعب عليكم، ممكن نعمل خط يعني مستطيلين كده زي ما احنا عملنا في فيديو شنطة السفر اللي موجودة على القناة. تمام، هنقص منها 4 قطع وهنقص منهم الحشو. هنا هستخدم بوري، اللي هو البوري اللي بالكيلو اللي انا قلت لكم عليه، اللي انا مستخدماه برضو في فيديو شنطة السفر اللي فاتت. بعد كده هجيب بقى قطعتين من الدراعين بتوع الشنطة، وهبدأ امشي حوالين داير واسيب الفتحة اللي فوق بس مفتوحة بحيث منها اجلب الشغل بتاعي. بعد بقى ما عدلت الدراعين بتوع الشنطة ابدأ احط في النص الحشو البوري. وخلي بالي وانا بجص الدراعين دول ان انا بحط الوش على الوش واجص، والقطعتين يبقوا عكس بعض عشان ما يطلعش الاتنين نفس الشكل. تمام. بعد كده احط في النص كده البوري من الفتحة اللي احنا سايبينها من فوق كده، وبعد كده بمشي بالمكنة حوالين داير بالخياطة بعد ما ادخل البوري بحيث اثبت البوري في الدراع بتاع الشنطة. الخطوة اللي بعد كده هجيب قطعتين من الشرايط الجلد. القطعة دي طولها 12 سنتي، واجيب شداد بلاستيك وامرر الشريط اللي هو طوله 12 سنتي بالطريقة دي. بعد كده هجيب دراعين الشنطة وهثبت فيها الشدادين في نهايتهم، الحتة الدوران اللي من تحت ده خالص. والدوران ده هو عرضه 5 سنتي، خلي بالنا من فوق 8 نزل على 5 سنتي. بعد كده هجيب الجزء الخلفي بعد تثبيت طبعا الاسفنج فيه، وهبدأ اثبت دراعين في النص، بس مش في النص بالظبط، يعني خط النص كده هسيب 1 سنتي هنا 1 سنتي يمين، واحط بقى الدراعين زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده انا اجيب قطعة قماش، شريط من القطن. القطعة دي طولها 25 سنتي واثبتها بالطريقة دي. انا بثبت الدراعات الاول قبل القطعة دياتي عشان في ناس ممكن تعكس فالشغل بتاعي يطلع مش مظبوط. هجيب بقى قطعتين برضو من شريط القطن. الشرايط دي طولها 60 سنتي، وهجيب مثلثين ده عبارة عن مربع. المربع ده 9 في 9 في 9، يعني 9 و9 و9، وهجصه كده بالخط موارب يديني المثلثين دول. بعد كده حطيت في النص بين المثلثين دول، طبعا هحط الوش على الوش وبينهم شريط القطن زي ما احنا متعودين وعملنا فيديوهات كتيرة، وخيطتها. وبعد كده عدلت الشغل بتاعي وخيطت حوالين داير. تمام، احنا كده ثبتنا الشريط الطويل اللي هو طوله 60 سنتي. هبدأ امرره بقى في الشدات، في القطعة الشدات دي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وبعد كده اطراف القطعتين الشريط اللي هما طولهم 60 سنتي هنتنيهم على بعض كده زي ما انتوا هتشوفوا في الفيديو بعد ما مررتها طبعا من قطعة الشداد. تمام، زي ما انتوا هتشوفوا كده هجيب نهايتها نتنيهم على بعض كده مرتين بحيث ما يتنسلش معايا. وبكده احنا خلصنا الجزء الامامي والخلفي والسوستين اللي في النص بينهم. 3 قطع معايا زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو، هنثبتهم بمنتهى السهولة. زي ما انتوا شايفين كده هجيب احط وش الامام
على يعني من اسفل مش من اعلى، تمام، بحيث ظهره يبقى ليا. وابدا اثبته بدبابيس كويس جدا بنفس الطريقه دي زي ما احنا عملنا في الفيديوهات اللي فاتت. والطريقه دي سهله جدا، وكمان ان احنا مستخدمين هنا بطانه من الجينز، فالموضوع هيبقى معاكم سلس جدا في الخطوه دي، على عكس لما بنستخدم البطانه الناعمه شويه فالموضوع بيبقى صعب، تمام. وخلي بالي بقى في الاسفنجي، عشان الاسفنجي ده نسيت اقول لكم في اول الفيديو ان هو سمكه 6 مللي، فخلي بالي وانا بثبته عشان ما يتقطعش معايا بسبب الحركة كتير فيه، لان هو مش مستحمل، سمكه صغير جدا بس بيدي شكل الشنطة تحفة، بيخليها كده واقفة يعني. هو ده احسن حاجه بعد البوري يعني. لكن انا عارفه ان البوري مش متوفر في اماكن كتيره في محافظات مصر او قرى مصر اللي هو الصعيد، مش متوفر فيها بوري، وبيبقى اسعاره غاليه لو موجود الناس بتستغل. لكن لو الناس اللي هي عايشه في القاهره واسكندريه فالموضوع بالنسبه لهم بيبقى سهل ان هم يجيبوا البوري لانه سعره بيبقى رخيص. بعد ما ثبتت قطعه الامام في السوسته ديتي هبدا بقى اجيب برضو قطعه قماش تاني بنفس حجم الامام والخلف اللي احنا قلنا منها نعمل 6، 2 في الامام و2 في الخلف و2 في النص، تمام. دي كده تبقى رقم 5. فاضلنا قطعة واحدة ان هي هتحطها في الخلف، تمام. وهنثبتها بحيث ان هي الامام، بعد كده الجزء اللي فيه السوستة، بعد كده البطانة اللي انا مستخدمها، تمام. وهثبتها كويس جدا بالدبابيس. بعد كده همشي على المكنة ونسيب برضو 10 سنتي بحيث اجلب منه الشغل بتاعي. وهنا ثبتها بدبابيس، بعد كده خيطت، بعد كده هجلب الشغل بتاعي بالطريقة دي بمنتهى السهولة. واخلي بالي وانا بجلب عشان الاسفنج سمكه قليل جدا على عكس البوري بيستحمل. وبكده احنا ثبتنا الامام في السوستة اللي في النص. فاضل بس اخر خطوة معانا ان احنا نثبت الخلف في السوستة التانية. يعني احنا عاملين سوستين، سوستة هتثبت في الجزء الامامي وسوستة هتثبت في الجزء الخلفي، وحطيتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي ومشيت بالمكنه حوالين داير. بعد كده هجيب البطانه واعملها بنفس الطريقه اللي انا عملتها فيها في السوسته الاولى، وكذلك نفس الطريقه اللي عملناها كمان في الجيب الامامي. وبكده احنا يعتبر خلصنا تثبيت الجزء الخلفي، وهنعدل الشغل بتاعنا. وطبعا زي ما قلنا احنا البطانه بنسيب فتحه صغيره بنجلب منها الشغل. وبكده احنا خلصنا الشنطة. شنطة تحفة، مكنتش متوقعة ان هي تطلع بالحلاوة دي. شنطة واسعة ومتينة جدا ومناسبة للبنات والاولاد. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا، واللي عجبه الفيديو واستفاد يحط لايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. واي حد عايز يستفسر عن اي حاجة يكتبلي في الكومنتات. اي حد حابب ان احنا نعمل اي شنطة شكل شنطة يبعتلي. واشوفكم على خير، مع السلامة.